انا نحبكم بزاف بزاف برشا برشا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله انا بحب جدا المطبخ التونسي والمطبخ المغربي والجزائري. انا بحب دايما اكل اكلاتهم واجرب وصفاتهم لان هي جديده علينا، ولما بنجربها بتبقى طعمه جدا بصراحه. يعني على سبيل المثال انا جربت الوصفه اللي انا هقولها لكم دلوقتي، هي وصفه الكسكسي التونسي. هو بحس ان هو يعني ايه، التونسي على المغربي قريبين قوي من بعض في الاكلات والطبخات، فتقدروا تقولوا ان هو كسكسي تونسي على مغربي. انا جربته قبل كده فكان بنين بنين بالزاف برشا برشا. هحاول النهارده كده ادمج لكم بقى ايه التونسي على المغربي على المصري، اعمل لكم كوكتيل حلو في الاخر ان شاء الله يوصل لقلوبكم. ولو انتوا جداد على قناتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو منكم عشان تشجعونا ان احنا نكمل. يلا ندخل دلوقتي على مقادير الوصفة بتاعتنا الكسكسي التونسي. طبعا اللي هيبقى الاساسي معانا وهو الكسكسي. انا بجيب النوعية دهيت وبخمره، او مش عارفة بيقولوا عليه ايه كده. انا حاولت اتفرج على فيديوهات كتير علشان انا اوصل للكلام اللي هم بيقولوه. هو متخمر، اي ثينك ان هو كسكسي متخمر. هوريكم طريقته ازاي، او الكسكسي الجاهز اللي عندنا زي في مصر. وفي ناس بتعمل الكسكسي الابيض، فعادي اللي يريحكم باي طريقه. طبعا عندنا فراخ، لو عندك لحمه اللي يريحك، اي نوع فراخ او لحمه مش هيقولك لا. طبعا ندخل على الخضار. عندي بصل وعندي بطاطس مقطعين. بصي حتة الخضار دي اي نوع خضار انت بتحبيه بتحطيه، وكمان بيحطوا قرع عسل عليه بيبقى لذيذ جدا. جربته قبل كده بقرع العسل، تحفة تحفة يا جماعة. كوسة انا مقطعاها يمكن شرايح. عندك فلفل، حبة فلفل رومي اللي يريحك. طبعا عندنا حبة توم، هنا بيختلفوا شوية يعملوه بتوم وشوية يعملوه من غير توم، فانا قلت لا خلينا نعمله بتوم. عندي بصل، انا طبعا الحاجات دي التوم والبصل مفرزاها قبل كده. عندك الهريسة اللي هي الشطة بتاعتهم اهي، هريسة الوطن القبلي. مش عارفة يعني ايه، بس اخواتنا بقى التوانسة والمغاربة يفهمونا. عندي معجون الطماطم او صلصة الطماطم، لو عندك صلصة ما فيش مشكلة انت مجهزاها قبل كده. عندي زيت، ولو عندك زيت زيتون اوكي ماشي جميل بس مش هنحمر بيه. ندخل بقى على البهارات. عندي ملح، فلفل اسود وبهارات وكركم وتوم باودر وجنزبيل، يا ريت من كل حاجه معلقه معلقه كده صغيره. هي دي كل المكونات بتاعه الوصفه بتاعتنا. يلا ندخل بقى على الطريقه عشان خاطر ايه المغرب قرب، الساعه معايا 3 فاحنا ناقص لنا هنا 3 ساعات وربع تقريبا. فيلا ندخل على الوصفه. اول خطوه هنعملها نبدا نجيب الزيت. هو بيحب الزيت الكتير شويه، هحط قيمه 3 معالق كويس قوي كده، 3 معالق كبار. وهبدا احمر الفلفل الاخضر اللي عندنا. هم احيانا بيحمروه في طاسه خارجيه، بس انا شفت وصفات ان هم بيحمروه في نفس الحله، ودي كانت فكره ذكيه جدا ان هم ما يقعدوش يوسخوا كذا مواعين والكلام دوت. على طول الزيت اللي يحمروا فيه البصل يحمروا فيه الفلفل قبلها. فانا هحمر الفلفل بسم الله، لسه ما قدحش، نخلي الفلفل يقدح شويه كده. خلاص الزيت قدح، ابدا انزل بقى بالفلفل. هخليه يتحمر الفلفل وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم. خلاص كده الفلفل يعتبر اتحمر، اطلعه بقى. في نفس الحلة بنفس الزيت هبدأ احط البصل. البصل بقى يا جماعة مش لازم احمره، لا البصل هياخد تشويحة زي ما بنقول كده.
انا مش عايزه احمره، انا عايزه بس اخليه ياخد يعني زي ما بنقول كده ان احنا نشوحه. انا وطيت النار شويه لانه هو عمل في الكاميرا. احط الفلفل بقى على جنب. خلاص يعتبر انا عايزه بس البصل ياخد اللون ده. هبدا انزل بقى بالفراخ بتاعتنا. انزل بالفراخ كلها. هبدأ انزل بالبهارات برضو كلها. خلاص انا حطيت كده كل البهارات يعتبر. قلبي بقى كويس على طول. يبقى جنبك بقى مناديل عشان الحوادث بتاعه المطبخ. ابدا احط حبه توم. انا ما كنتش عايزه التوم يحمر او يتشوح، انا عايزاه بس يدي طعم. حبه توم صغيرين مش كتار قوي. هبدا اعلي النار بقى. بحاول امزج كله مع بعضه عشان كله يبقى واخد من التتبيله. خليهم يتشوحوا شويه مش كتير. هنا هما خلاص خدوا التشويحه، الفراخ خدت التشويحه اللي انا عايزاها. ابدا انزل بقى بمعجون الطماطم عليهم. لو انت عندك طماطم بقى انت عصراها او مخزناها يبقى افضل، بس انتوا عارفين احنا هنا عندنا الطماطم مش حمرا قوي، مش هتديني الحمار اللي انا عايزاه. هبدا اقلبهم مع بعض ومعلقه في ميه على الكتل. يا جماعه ريحه دمار شامل، ريحه خطيره. على علمكم اسهل اكله يا مصريين ممكن تجربوها، سهله قوي ولذيذه جدا والله، وتنفع في عزومات كمان، هتشرفكم قوي قوي كمان. تحيه لاهل تونس واهل المغرب واهل الجزائر، اخواتنا كلهم وحبايبنا، ودايما بنحب ناكل من وصفاتهم عشان انا دايما بحب يعني اجرب الحاجات الغريبه عننا، الحاجات اللي هي مش تقليديه اللي احنا متعودين عليها قوي. لا انا دايما احب اجرب. دلوقتي انا مستنيه الميه تغلي، لان كل ما بتجربي اكتر وتنوعي في الاكل والكلام ده كل ما يبقى عندك خبره اكبر وعندك معلومات اكتر، وتعرفي تحسي ان انت بتخرجي عن الاكل التقليدي اللي انت عارفاه. انا هبدا احط معلقه هريسه. طبعا بيعملوها في البيت على علمكم، الهريسه دهيت في تونس والمغرب اي ثينك، يعني لو انا غلطانه حد يصحح لي، بس انا عن معلوماتي ان هم بيعملوها في البيت. انما احنا هنا ما عندناش طبعا، او حتى لو عندنا مش هنعرف الا اخواتنا بقى المغاربه والتوانسه اكيد بيعرفوا يعملوها. ابدا احط دلوقتي الميه. طبعا لازم اسيب الفراخ دلوقتي ان هي تستوي، لان احنا حاطين الفراخ مش مستويه. ودايما انا بتعمد ان انا احط الفراخ مش مستويه عشان الشوربه ولذاذتها تنزل في الشوربه بتاعه الخضار والكلام ده، هو بتاعه الكسكسي، وتبقى طعمها جميل. انما انا لو سلقتها بره يبقى انا خدت كل الحلاوه والطعامه بتاعه الفراخ بره، مش هينفع طبعا. ابدا ازود شويه ميه كمان، وابدا بقى اسيبها تستوي الفراخ يعتبر، او اسيبها 10 دقايق بالظبط، وبعد كده هنكمل في الخطوه الجايه. 2 hours later.
بصوا انا نقلت في حلة اكبر علشان خاطر الخضار لما يتحط هيبقى عايز حلة اكبر. دلوقتي خلاص فاتت ال10 دقايق. وانا ليه قلت 10 دقايق اقرب اكتر؟ علشان خاطر انا عايزة لو انتي كملتي السوا بتاع الفراخ وقمتي حطيتي الخضار يستوي، هتلاقي الفراخ بقت مستوية قوي قوي، يعني هتضايقك وممكن تتفتت من العظم وكده. انما اما تسوي الفراخ نص السوا وترجعي تحطي الخضار وتكملي السوا الكامل معاهم، هتلاقي الفرخة مستوية ومتماسكة في نفس الوقت. هنبدأ نكشف عليها. ابدأ بقى احط ايه البصل والبطاطس. لو عايزين تحطوا جزر حطوا، احنا ما بنحبش فعشان كده ما حطيتش. والكوسة عايزين تحطوا لفت، بيحطوا لفت وبيحطوا قرع العسل. انا اللي جربته قرع العسل، يا نهار ابيض على طعمه وجماله. بس قرع العسل بقى لو انتي ناوية تحطيه، تحطيه اخر 10 دقايق، لان هو بيستوي بسرعة قوي، ما بياخدش وقت خالص يعني في السوا والكلام ده. انا بحب البصل او واكلاه كده، بيبقى طعمه جميل قوي ومسكر قوي. هقوم مزوده ميه. اسيبهم بقى يستووا مع بعض. بالمناسبه انا ضفت اضافه كده بقى من عندي، ما انا لازم احط التاتش المصري بتاعنا. قمت حطيت مكعب ماجي من اللي عندي عشان يديه لذاذه اكتر. بس هو كده، هنسيبه بقى يستوي وارجع لكم. هبدأ بقى أعلمكم إزاي تعملوا الكسكسي الجاهز. أول حاجة عندنا حلة على النار، نحط فيها زيت، ننزل بالكسكسي أي كمية بقى أنت عايزاها. أنا بحب الكسكسي فهحط كوبايتين كسكسي. وخدوا بالكم إن هو أصلا بيزيد بعد كده. أبدأ أعلي النار وتحطوا ملح. في ناس بتحط كركم، انا مش حابه الفكره قوي، مش حابه ان هو يبقى لونه اصفر، لا انا بحب لونه ابيض. بحب اللون الطبيعي بتاعه. ممكن دلوقتي تبداوا تنزلوا ايه على النار على طول بالميه. بس كانت ليا صديقه عزيزه عليا تونسيه كانت بتقولي ان هم بيقعدوا يحمصوا شويه الايه الكسكسي على النار. لو انتوا سامعين صوته بيتحمص. بصوا بقى الكسكسي الجاهز بيتعمل ازاي. كل كوباية كسكسي عليها كوباية وربع مية بتغلي، تمام. وتقوموا طافيين عليهم النار، مش طافيين يا ربي، تقوموا معلقين عليهم النار طبعا. وتقوموا تسيبيهم مفيش قيمة 5 دقايق بتلاقيها استوى اصلا. وخلي بالك لحسن يعجن. ادي كده كوباية. احط التانية. بص هو بدأ يغلي اصلا عشان المية مغلية. احط التانية واحط نص، يعني انا حطيت كوبايتين كسكسي عليهم كوبايتين ونص مية مغلية. بس كده ابدأ اطفي بقى عليهم النار. وخدي بالك ما بياخدوش وقت، فعينك تبقى عليهم على طول. هنبدأ بقى دلوقتي ان انا افتح عليها. بصوا ما شاء الله شكله. امسك الحلة كده، بصوا شكله مفلفل ازاي، جميل ازاي. دلوقتي خلاص يعتبر استوى. خدوا بالكم يا جماعه ما بياخدش دقيقه دقيقتين، عينك عليه على طول، ما تتحركيش اصلا من جنبه. بصي كوبايتين الكسكسي عملوا معانا قد ايه؟ عملوا معانا يعتبر حله كامله. ابدا دلوقتي. هو التكنيك الفكره ان انت بتبداي يعني ايه، تبقى النار عاليه،
تمام في الاول وانت بتحطي الميه، وبعد كده بتبداي توطي النار على اوطى درجه حراره، مع ان انت طبعا مراقباه. هو ده التكنيك بتاع الكسكسي الجاهز. كل حاجاتنا دلوقتي يعتبر جاهزه، ويعتبر خلاص كله استوى. هبدا ارصه معاكم الحاجه واوريكم هما بيرصوا الطبق بتاع الكسكسي ازاي بالظبط. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ هنا بقى كل اللي انا عملته ان انا حطيت الكسكسي، اوكي، وحطيت عليها الفلفل اللي احنا حمرناه قبل كده. ثواني يا احمد عشان بصور. كلام ايه؟ ابدا بقى ارص الحاجه اللي انا، الفراخ، ارصها كلها، وارص الكوسه، وبقية بقى الصوص اللي هو فيه الكوسة وفيه الخضار وفيه الفراخ بتقومي غرفاه طبعا في طبق بقى لوحده، علشان خاطر ايه، طبعا الطبق بتاع الكسكسي مش هيكفي ان انتي تاخدي الحاجات دي هي كلها. وادي البطاطس اهي، ادي البطاطس، وادي البصل كمان، البصل اهوت، البصل اهو، محتاره احط فين، ما شاء الله. بس هو ده بيبقى شكله بالظبط. ولو اخواتنا بقى التوانسه او المغاربه بيشوفونا يصححوا لنا اي غلط بقى احنا قلناه. وتسلم وصفاتكم ويسلم اكلكم يا رب. بقيت بقى اللي في الحله تفضيه في طبق، يا رب شكله يكون عجبكم. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا يفتح النفس والله، وسهل جدا وسريع والله، من اسهل الاكلات يا مصريين اللي ممكن تجربوها في حياتكم وهتعجبكم جدا. ولو عجبكم الوصفة يا رب ما تنسوناش من لايك والشير وسبسكرايب وكومنت حلو منكم عشان يشجعنا. وسلام عليكم.